كنا جبنا مشكلة كانت بنت عرضاها في أحد الجروبات على الفيسبوك، وعندنا مشكلة شبيهة برضه ليها علاقة بالأكل. سبحان الله، حاجة غريبة جدا يعني، ليها علاقة بالأكل وبالبخل برضه. فدي حاجات غريبة قوي يعني، مشكلة شبه بس دي أفظع. أنا شايف إن دي أصعب بكتير من الراجل بتاع المخلل لو فاكرينه يعني. ده شخص بقى، البنت بتحكي يعني من أول خالص، بتقول إن هو كان دايما يقعد ياكل عندهم. خطيبها برضه نفس الحوار اللي فات، وبرضه بيجي ياكل عندهم. وبرضه يعني الموضوع في موضوع الاكل وكده، وانا بصراحه يعني بتكسف لهم يعني. المهم الاخ ده بيقول لها ايه: انا هاجي بكره، اظن بقالك كتير بتتهربي انك تطبخي لي بايدك الحلوه، بكره اعملي لي رز معمر بالقشطه وكباب حله. المهم هي بتحكي القصه كلها في الاول ان هو بيقعد يجي عندهم بقاله 4 شهور، وهو خطيبها اصلا. بيجي ياكل ويشرب ويقعد لحد العشاء، ويطلب اكل كتير جدا، ويعني يطلب من الناس، يقول لها هاتي لي، اعملي لي كذا بكره، واعملي لي كذا، واعملي لي كذا. وهي كانت في الاول بقى فاكره ان الموضوع ده عادي يعني وكده، مع ان باين قوي انه شخص مش حسيس. مش عارف ازاي ما بتاخدوش بالكم يعني. بعد 4 شهور بقى، وبعد ما تخرب بيتهم اساسا مصاريف وكده، قالت له انا مش فاضيه بكره. فبص بقى، مش فاضيه ولا بتتهربي عشان ما تعمليش اكل؟ يا اخي حقيقي انك عديمه الذوق والادب. بقالي اسبوع بدخل بيتكم وتشربينا عصير بس، ولا حاسه باي تقصير بجد. البيت الكريم بيبان. كلام كله يعني مش عارف، مش ممكن، مستفز جدا، كلام استفزازي جدا. كريم ايه ومش كريم ايه؟ ده هي 4 شهور بتقول لك اساسا ملهاش انها تاكلك اصلا يعني. هو عصير كويس قوي يعني، وفي ايه يعني؟ هم خلفوك ونسيوك. المهم واضح ان هو كان ضغط على اعصاب البنت دي قوي، فيعني انفجرت فيه. راحت بعت له بقى: طب بص، انا ماسكه نفسي عليك من يوم ما اتخطبنا، بس قله ادب مش هسمح لك يا ابو ليه. انت بقى لك 4 شهور بعلفك زي العجل، وفي الاخر احنا مش بتكرم. انت تعرف ايه عن الكرم يا حبيبي؟ ده انت حتى في ال4 شهور ما جبتش معاك كيلو علف اكلهولك، وداخل خارج علينا ولا كأنه بيت ستك. ده انت ناقص تجيب الليفة والصابونة وتستحمى عندنا. يا ريت تعقل الكلام اللي بتقوله وتفكر بعقلك بدل كرشك، عشان مش ناقصاك. بنت يعني تعبت على فكرة. في البوست كانت رصة اكل كتير قوي يعني، بيطلب منها انها تعمل مش عارف طاجن ايه وطاجن ايه وطاجن ايه، اكنه بجد حاجة غريبة جدا، وشخص يعني مفيش. كل ده وهو ما خدش باله حتى ان ممكن الموضوع ده يكون مضايق الناس او يضايق اي حد. طب وانت ليه تاكل عند حد اصلا؟ ده شيء غريب جدا. خش بقى في اللي بعدها، اللي هو ايه، بعد الرص اللي هي رصته له ده، قال لها كل ده عشان بقول لك اعملي اكل، مش بقول لك بخيله، وبعت لها ايموجي بيضحك. يا ساتر يا رب. ومن بيت بخلة. على العموم انا هاجي بكره برضه، وهعمل نفسي ما شفتش حاجه. يا نهار اسوح، مش ممكن. انا الاكسجين بيتسحب مني، كتفي الشمال بينمل والله العظيم. ايه ده يا راجل، حرام عليك. هيعمل نفسه ما شافش الرصه اللي رصتها له يعني دي، واعمل نفسي ما شفتش حاجه. عشان انت عارفه لو خدت الكلام ده بجد المفروض اعمل ايه دلوقتي. يا لهوي. يا عم ما تسيبها يا عم، انت ماسك عليها حاجه، ما تسيبها يا عم. ايه اللي انا المفروض اعمل ايه دلوقتي؟ هتفسخ الخطوبه يعني؟ ما تفسخها يا اخي. فردت عليه قالت له المفروض تروح تتعلف مع العجول. لا، ردود بريئة جدا وردود خفيفة جدا. ده كان عايز يعني حد بقى، عايز راجل يرد عليه بصراحة، لأن مش ممكن يخرب بيت. قول لنا رأيك ايه في المشكلة دي. قولوا لنا رأيكم ايه في المشكلة دي.